لأول مرة في أقليم كردستان والعراق تمت المشاركة في المؤتمر الدولي GIS تحت إشراف الدكتور آرام جمال ميرزا استشاري أمراض القلب وعمليات القسطرة، وبمشاركة فريق من الخبراء من مدينة فاروق الطبية. أجريت عملية نادرة باستخدام القسطرة على أحد المرضى في مدينة فاروق الطبية في السليمانية، وتم بثها بصورة مباشرة في المؤتمر الذي عقد في دبي وبحضور أكثر من 2000 طبيب قلب. لراستيا لماوي حفتا خلي شرا بردووە هەستیان بەم جاندامی ئەمە سەرگەری شەبەکە و باڵانە کە بۆ شوێنێکی زۆر تایبەتە. لەماوەی ئەو کاتە مناقەشەیەک و دەتوانێکی زۆر بوو لە بینی ئێمە و ئەو پزیشکانی کە لەوەیە کە بەردەوام لە مناقەشا بووین چۆنە و نەشتەرگەری ئەنجام بدەین. ئەخوا بەزیابێ نەشتەرگەریەکە بە سەرکەوتووی کۆتایی هەو وان سەرسوڕمانی خۆیان دەربڕی بۆ پێشکەوتنانێکی لەم بوارە بەڕاستی لە وڵاتی ئێمە و زۆریان پێخۆش و بەیانەوە سێر بوو کە ئاستی زانستی پزیشکانی ئێمە گەیشتۆتە ئەو ئاستە زانستی بەرزە. فهذا الإنجاز يعتبر مصدراً للفخر، حيث أظهر أطباء كردستان قدرتهم على المشاركة والنجاح وتشريف اسم الإقليم والعراق في المؤتمرات الدولية بشكل علمي وعملي. وحصل فريق مدينة فاروق الطبية على إشادة كبيرة من المشاركين الذين أعربوا عن إعجابهم بالمستوى الطبي الرفيع الذي أظهره أطباء كردستان.